يا مساء الخير عليكم حبايب قلبي. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا في أفضل حال. النهاردة هعمل معاكم كيكة الروان، بس حاجة كده في منتهى الجمال. هي في تركاية أنا بعملها مختلفة شوية عن التشريبة بتاعة الرواني، بتخلي طعمها بيروح في حتة تانية خالص. جربوها وهتعجبكم جدا جدا جدا. خش بقى في المقادير عشان ما اطولش عليكم. انا معايا كوبايه من السميد اللي هو دقيق البسبوسه، ده بيبقى سايب عند العطار، وكوبايه دقيق اللي هو العادي، ونص كوبايه جوز الهند مجروش يعني ناعم. لو هو عند العطار خشن هتجيبيه واضربيه في قلب المطحنه بتاعه الخلاط ونعميه. تمام. ومعايا نص كوبايه زيت على سمنه، لو عندك زبده تمام، ما عندك زبده يبقى مفيش مشكله. سمنه على زيت نص كوبايه، وثلاث بيضات. تمام. ومعايا كوبايه من السكر، كل المقدار بنفس المج، هو نفس المعيار. كوبايتين من الزبادي، وكيس بيكنج باودر اللي هو كيك شيف ده. تمام. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنحطها معانا البيض، هنحطه كله في الخلاط. تمام كده. هنزل بالبيض بتاعي في قلب الشفشق الخلاط، وهنزل معاه السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كوبايه. تمام كده. اضربهم مع بعض كويس جدا وارجع لكم تاني. خلاص كده حبايب قلبي، ضربت البيض مع السكر لغايه ما دوبوا مع بعض خالص كده. شايفين القوام؟ خلاص اتاكدت ان هو داب معاه خالص. تمام. هننزل بايه؟ هنزل بقى بنص كوبايه الزيت على السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وهنزل بقى معاهم بالزبادي، كوبايتين الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا برضه هرجع تاني اضربه ضرب كويس جدا لغايه كله ما يتجانس مع بعضه، وهرجع لكم تاني. خلاص كل الخليط ضربته مع بعضه، وحطيت معاهم جوز الهند، وضربته طبعا مع بعضه كده لغايه ما يتجانس كده. شايفين القوام عامل ازاي؟ ما شاء الله، ريحته في منتهى الجمال. جوز الهند مديه ريحه فوق الرهيبه. تمام. طيب هنعمل ايه بقى؟ هجيب بقى كوبايه الدقيق اللي قلت لكم عليها، اللي هو الدقيق العادي خالص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بالكيس شيف اللي هو البيكنج باودر ده، او كيك شيف. هو كيك شيف انا بستعمله دايما، طبعا حلو قوي قوي قوي. تمام. وهنزل بقى بالخليط بتاعي كده، هنزل بالدقيق بس، واخلي دقيق السميد بعد ما ادوب الدقيق العادي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالمضرب السلك بتاعي العادي جدا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب الخليط بتاعي لغايه ما احس ان الدقيق كله خلاص اختفى عندي، ما بقاش فيه اي تكتلات. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشغله الفرن على درجه 160 180 عشان تسوي لي الكيكه بتاعتي. تمام. قبل ما اشتغل في الكيكه، بعد ما احس خلاص ان القوام خلاص ما بقاش فيه اي تكتلات، انزل بقى بالكيك السميد. كيك السميد مش هضرب فيه كتير. تمام. اهو يا دوبك بس يختفي مع المكونات بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحس ان هو دخل في كل المقدار بتاعي. ما بحطش لبن، لا ما بحطش لبن. هو المكون الاساسي بتاعي هو الزبادي. تمام. الزبادي بيدي هشاشة وبيدي طراوة. بصوا هتلاقوا طعم كيكة دي هتعتمدوها على طول. شايفين القوام عامل ازاي؟ هو القوام ده اللي انا عايزاه اهو. ما ضربتش كتير بعد ما نزلت كيك دقيق السمين. تمام. بعد ما خلاص ما داب خالص وتاكدي ان ما فيش حاجه في الجناب ولا حاجه من تحت، خلاص هصبه بقى في القالب بتاعي. طبعا جهزت معايا الصينيه دي مقاس 28، حطيت بدرتها بزيت بس، ولا دقيق ولا اي حاجه. انا على طول لما باجي اعمل كيكه او كيكه الرواني بحط زيت بس، مش اكتر من كده، وبتطلع معايا الخرطه بخرطتها وما تقلقوش خالص. تمام. هنزل بقى بالخليط بتاعي. شايفين قوامه عامل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي 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 الكيكه دي، والله العظيم من اجمل الكيكات. يعني بصوا هتعتمدوها، هتنسوا اي كيكه تاني. حاجه كده ليها طعم خاص. هي كيكه الرواني طبعا دي مشهوره، بس انا التركيه اللي هقول لكم عليها بقى بعد ما تستوي هتخلي طعمها غني كده ودسم وفي منتهى الجمال. تمام. اهو
خلاص هدخلها بقى الفرن، وبعد ما تستوي هرجع لكم تاني عشان اقول لكم انا هشربها بايه بقى اللي هيخلي طعمها خرافه. كده خلاص حبايب قلبي وبناتي الجمال، خلصت معايا كيكه الرواني واستوت. على فكره الكاميرا كمان ظلماها والله، لونها في منتهى الجمال. انا سبتها تبرد بس مش تبرد قوي، يعني هي دافيه واللبن بارد. تمام. يا اما اللبن يبقى سخن والرواني بارده، يعني حاجه فيهم هي اللي بارده. تمام. هحط دلوقتي كوبايه لبن. طب انت مش حاطه سيرب ليه؟ ما هي دي التكايه اللي قلت لكم عليها. جربوها بقى باللبن بدال السيرب، وشوفوا بقى جمالها وطعمها. طعمه طعامه مفيش اجمل من كده. معاكي من كوبايه لكوبايه ونص. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل عليها بقى بكوبايه اللبن، ممكن كوبايه ونص زي ما انت عايزه. اللبن بيديها طراوه ونعومه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه كده في منتهى الجمال. ممكن احط نص كوبايه كمان اهو. طبعا هي عندي سخنه، يعني اقل من السخنه قوي، يعني اشد من الدافيه حاجه بسيطه، واللبن عندي بارد. تمام اهو زي ما قلت لكم اهو. نزلت بنص كمان. تمام. معاكي من كوبايه لكوبايه ونص، مش اكتر من كده. طيب انا حطيت بقى، بصوا شربت اللبن ازاي اهو، وهتاكلي احلى طعم في منتهى الجمال. اللبن ما حطيتش عليه سكر، انا اكتفيت بكوبايه السكر اللي انا حطيتها مع الكيكه، ما بحطش سكر تاني. والمقدار بيطلع جميل جدا جدا جدا. المقدار السكر مظبوط. بتحبوا السكر زياده هتزودوا ربع كوبايه سكر، مش ازيد من كده. المقدار المظبوط كوبايه سكر واحده. تمام يا حبايبي. كده هسيبها لغايه ما تبرد وهقطعها معاكم واوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. كده خلاص حبايب قلبي، سبتها لما بردت عشان اعرف اقطعها معاكم. جوسي جدا في منتهى الروعه. زي ما قلت لكم كده ان ممكن من كوبايه لكوبايه ونص لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. واجمل من الرواني اللي بالسيرو، جميله جدا جدا جدا. اطلع معاكم بقى حته واوريكم الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايب قلبي، جوسي جدا وفي منتهى الجمال. بصوا الطراوه، حاجه كده رهيبه، تحفه تحفه. اللبن بيدي طراوه، بيدي نعومه، بيخلي الطعم غني جدا جدا جدا. جربوها بالطريقه دي وهتعجبكم قوي 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 قوي. التركيه بتاعت اللبن دي مديه اختلاف كل وجزء. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. كده خلصت معاكم الفيديو. يا رب تجربوها وتنور رضاكم. اتمنى لكم كل السعاده من كل قلبي، واترككم في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.